السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي صبوحة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة دايما. قبل ما نبدأ الفيديو كده بتاعنا مع بعض، تعالوا بينا كده كلنا نكسب ثواب مع بعض ونصلي على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كبيرا. عاملين ايه؟ وحشتوني كتير كتير قد الدنيا دي كلها. هنبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة بشوية حاجات بسيطة، تنظيف يومي. تنظيف يومي اثناء الشقة ما هي متبهدلة او متشالة. انا بلم بس الكركبه كده وبعمل روتين يومي حواليا، وهنشوف الغسيل وهنطبخ وهنروق وهنعمل شويه حاجات كده. انا قلب الشقه ولسه ما فرشتهاش، بعمل شويه حاجات معاكم، وبعد ما اخلص خالص الشقه تماما هنفرش الشقه برضو مع بعض. فانا هنا بعمل زي روتين يومي، بنظف، بصحى كده اشوف الكركبه اللي موجوده، نغسل مواعين مع بعض، هنروق كده الدنيا. بس قبل ما نشوف باقي الفيديو، ما تنسوش اختكم بقى لو اول مره تشوفوا القناه، فضلا كده اشتراك حلو زيكم كده ولايك على الفيديو. هندوس كلمه الاشتراك فضلا منكم، هيطلع لكم 3 اختيارات. هندوس الاختيار الاول، هيظهر لكم كلمه الكل علشان اول ما اعمل كل فيديو جديد يوصل لكم اشعار بيه. طيب صبوحة عملت ايه؟ دخلت اول حاجة على اوضة البنات، كانوا قاعدين بقى بنتي جنى وبنت عمتها جودي، بعتبرها زي بنتي، قاعدين بقى مع بعضيهم، اكلوا شربوا وسهروا كده مع بعضهم شوية وسابوا الأوضة. قمت لقيت بقى شوية كركبة ومطرح اكياس بقى شيبسي مش عارف ايه، لميت الدنيا كده وشلت الازازة الفاضية. روقت كده المكتب سريعا، لميت الكركبة اللي عليه، شلت الهدوم بتاعتهم اللي كانت على السرير. لميت بقى يعني وانا بروق كده بلم معايا الغسيل الوسخ، كل واحد رميلي غيار ركنه على جنب. خدت كل الكلام ده في سكتي عشان هنحط شوية غسيل برضو معانا في الغسالة. هنا دخلت بقى على غسيل، لميت الغسيل ومعايا غسيل بنشره. طبعا بما ان احنا في الحر، قلت عقبال كمان ما ينشف اجمع الغسيل الوسخ واحط كمان دورة غسيل في الغسالة. لابد من الغسيل ده عندي يوميا، والله ممكن اغسل مرة واتنين وتلاتة، وده حمل على الغسالة طبعا، عشان كده دايما بتبوظ مني. احاول اتصرف في حاجة تانية بحيث ان ما يكونش الضغط كله على الغسالة واحدة، لان فعلا بغسل كتير قوي يوميا. تلاقوني بلم غسيل نشرة من بالليل، وبلم واطبق وانشر غسيل جديد، وعقبال ما الغسيل الجديد اصلا يتنشر بتلاقوني بحط غسيل جديد في الغسالة، فكده كتير جدا. فالمهم ان انا لميت الغسيل ونشرت الغسيل الجديد، وجيت هنا برضو ده المكوى بتاع جوزي، ولميت برضو الغسيل الوسخ. هنا كان حاطط كام غيار ليه هنا، البنطلون او هدوم الخروج بتاعته، لميت ده الهدوم دي كانت هدوم وسخة، وكانت معايا المكوى دخلتها رصيتها في الدولاب. وبعدين دخلت هنا على اوضة الصالون بلم برضو الكركبة، كانوا كاويين هدوم وحاطين المكوى. شايفين طبعا على ايدي اليمين ده السجاد ده مغسول ونضيف، انا بس ركناه على جنب عقبال ما بقى اخلص باقي التنظيفات اللي عندي في الشقه، وبعدين نفرش الشقه كلها مع بعض ونشوف الشكل النهائي ان شاء الله. هنا انا بوريكم الستاره دي مغسوله، وكمان المفارش، وكمان عندي الكفر او الاكياس بتاعت الانتريه. كل حاجه عندي غسلاها وركناها على جنب عشان ان شاء الله لما اخلص باقي التنظيفات افرش معاكم الشقه. فبعمل هنا معاكم روتين يومي، بوريكم الشقة اهي من غير سجاد، والسجادة اهو مغسولة على جنب ومن غير مفارش، وبس بلم بقى الدنيا كده من حواليا. انا ممكن طول ما انا شايلة الشقة اكنس وامسح كل يوم مرة واتنين، يعني ممكن اول ما اصحى من النوم زي كده وبعمل مثلا معاكم روتين يومي، او انا مثلا بشتغل في الشقة روتين يومي، تلاقوني بمسح الاماكن عايزة تتكنس اكنسها. فكل شوية مسيح، ليه؟ اصلا ما فيش سجاد والارض ما فيهاش حاجه على الارض مفروشه، فبتلاقوا ان كل شويه تتبهدل كل شويه تتبهدل. عشان كده فعلا السجاد لازم يتغسل كل فتره، لانه فعلا بيبقى شايل بلاوي. انا عايزه اقول لكم انا مرتين يوميا امسح الارض. فانا قلت هنا ابدا بقى معاكم المره الاولى انا مسحت، وعلى اخر اليوم بعد ما بنفطر ومسافه اليوم ما بيعدي كده مثلا على المغربيه تلاقوني بمسح كمان مره. فانا هنا عملت معاكم المره اللي هي بتاعه الصبح، بمسح، بكنس، بنطبق غسيل، بننشر غسيل، بلم الكركبة، بلم الزبالة، بعمل شوية الحاجات اللي هي المفروض تتعمل في يومي أول ما بصحى من النوم، روتين يومي صباحي كده. هنا أنا الغسيل اللي لميته معاكم قلت يلا كمان أطبقه معاكم. الهدوم اللي أنا حطاها على كتفي دي ده الطقم بتاعي أنا، البنطلون والبلوزة والطرحه دول انا مش هطبقهم، انا بعلقهم عندي هدوم الخروج بعلقها، فحطهم على كتفي كده هاخدهم
اعلقهم في الشماعة جوه في الدولاب، وبطبق معاكم باقي الغسيل. اللي وصل بالفيديو معايا هنا ما ننساش كده، اللي لو في صلاة أذنت، في حاجة انتوا بتعملوها ضروري تخلصوا كل اللي وراكم، خصوصا الفرد بتاعكم، تقدروا ان انتوا لو وراكم صلاة او فرد تخلصوه تصلوا، وبعدين لو وراكم حاجة ضرورية تخلصوها، وبعدين تقعدوا بقى ايه تتسلوا بالفيديو بتاعي مع السبوحة كده، وتشوفوا السبوحة بتعمل ايه. انا مش عايزة اخد من وقتكم، ولا عايزة ان يكون الفيديو تقيل عليكم. ربنا كده يديمنا نعمة علينا يا رب ومحبة في الله، لاننا فعلا بحبكم جدا، ومش عايزاكم تملوا مني ولا من الفيديوهات بتاعتي. فعايزاكم تتفرجوا عليا كده وانتم مبسوطين، او ما تبقوش متضايقين. هنا انا خلصت الغسيل وطبقته ورحت شلته في الدولاب، وجيت هنا على الطرقة هنا عندي ممكن كل شوية وكل يعني لو انا بعمل شاي كلها مرتين في اليوم، الطرقة ممكن كل شوية كده بالشرشوبة او بالمقشة اقعد امسح كده واكنس فيها كل شوية، وشايلة حمل كتير الطرقة دي. فانا هنا كنست، وهبتدي برضو ان انا امسح معاكم. طبعا انا مش بمسح بقى مسحة عميق وكده ورغاوي وبتاع، لا انا بلمع كده بس الارض، بحيث ان هي تبقى مدياني نظافة بعد الكنيسة، ما يبقاش فيه اللي هي الوبرة اللي بتبقى بتاعة التراب من على السيراميك، لا عايزة السيراميك بتاعي يكون بيلمع ونظيف. فبعمل هنا يعني تنظيف كده سريع او مسحة سريعة كده تلمع معايا السيراميك. ان شاء الله بقى يعني هنشوف تنظيفات في المسيح والرغاوي بقى، واحنا بنفرش نمسح مسحة حلوة كده والارض تنشف ونفرش السجاد. يا رب لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. بصوا هنا الارض فرقت ازاي، برضو المسيح او التلميعة اللي هي بالمية دي برضو بتفرق. انا حاطة في المية غطا واحد بس من الديتول، ما بحطوش تاني على مدار اليوم. انا بحط ميه ديتول مره واحده بس في اليوم، يعني لو همسح مرتين ثلاثه والارض متشاله كده من السجاد، انا بحط مره واحده بس ديتول. لا اما بحط الديتول الصبح، لا اما احطه في المسحه اللي هي التانية اخر النهار. المهم ان انا بحط الديتول مره واحده بس في اليوم. يا رب. هنا دخلت بقى على المطبخ، مسكت بقى الازازه بتاعتي غسلتها، هي الوحيده اللي موجوده. انا يعني ما بنامش غالبا الا لما يكون المطبخ نظيف. فهنا كان عندي بس الازازة دي عايزة تتغسل، غسلتها معاكم. وكمان هنشوف كده شوية غسيل معانا دلوقتي. يا رب لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وبكده بقى غسلت الازازة اللي كانت موجودة معايا، هي اللي كانت موجودة، غسلتها ومليتها وحطيتها بقى على جنب عشان احطها في التلاجة. انا ما عنديش ازايز تانية، كل حاجة بقى في التلاجة من بالليل كنت مصبنة المواعين ومالية الازايز وحطها في التلاجة. دي ازازة فاضية شربوا منها مثلا، صحيت لقيتها موجودة قلت اعملها يعني او املاها واحطها في التلاجة. وكان معايا كوبايتين بس، غسلتهم ورجعتهم مكانهم بس، وننشف الرخامة بتاعتنا والدنيا بقت تمام وزي الفل. مفيش احسن من الروتين اليومي ده، بيكون بسيط. يعني بنلم الكركبه، لو عندي ازايز او مواعين بنخلصها، لو البوتاجاز وسخ بنغسله، لو هنصبن مثلا اي حاجه في الحمام، القعده مثلا او المرايه او الحوض، لو ان احنا مثلا هنكنس الاماكن اللي باينه في الارض نمسحها، عندي غسيل هيتحط هيتلم هيتطبق، هنعمل شوية الفطار اخر النهار، هنعمل شوية الغدا. يعني الروتين اليومي في حاجات معينة فيه كده لازم تحصل يوميا، او لازم ان احنا نعملها كل يوم. فهنا انا كنت عندي حاجات بسيطة جدا في المطبخ، وبعدين دخلت بقى على الغسيل اللي احنا هنحطه في الغسالة. شفتوا لابد من الغسيل عندي، زي ما شفنا لميت غسيل، وكان معايا غسيل هيتنشر، وكمان معايا غسيل لسه هيتحط في الغسالة. فيا رب الفيديو بتاع النهاردة يكون كان خفيف على قلوبكم، لان هو كان سهل وبسيط وسريع، فاتمنى ان هو زي ما كان خفيف عليا يكون كمان خفيف على قلوبكم الطيبة. ربنا يديمكم في حياتي نعمة، اللهم امين. واللي لسه ما اشتركش عندي فضلا بقى يشترك عشان تشرفوا وتنوروا القناة. وشكرا ليكم، واتمنى ان الفيديوهات تكون بتعجبكم. واخر حاجة بقى هعملها معاكم، هنعمل بقى مع بعض الغدا.
انا هنا بحط الغسيل، طولت فيه شوية، كنت بحط الغسيل كله بقى معاكم، قلت ما فيش حاجة تاني هعملها خلاص، فكان اخر التصوير معاكم هو الغسيل. هنا انا بوريكم ان انا بحط الغسيل قبل ما احطه في الغسالة لازم ان انا اقلبه على وش. في ناس تقول عادي، ما هو ما دام في الغسالة وهيتغسل مش فارقة وش من ظهر، بس انا بوريكم طريقتي ان انا لازم اجيب الغسيل على وشه وانا بغسل. و بوريكم ان انا ما ينفعش احط بدون ان انا ما اجيب الغسيل على وشه. ليه؟ ما اعرفش، انا بحس ان هو بينضف اكتر. ليه احط الغسيل على ظهره مثلا؟ انا ممكن انشر الغسيل على ظهره. انا هنا حطيت الغسيل وبحط معاكم بقى الاريال وكده، واشغل معاكم الغسالة، وبعدين احضر معاكم الغدا. غدا سريع كده. انا جبت لكم الشكل النهائي من الاكل اللي عملته اللي انا عملته ورا الكاميرا. عملت بطاطس مطبوخة، وعملت رز حباية وحباية، وعملت شوية بتنجان مخلل، وده كان الغدا بتاعنا. بس ده كان الفيديو بتاع النهاردة، اتمنى ان هو يكون عجبكم. وزي ما قلت لكم احنا ممكن ننشر الغسيل على ظهره، مفيش مشكلة عشان التراب والشارع، لكن لو هنغسل بغسل الغسيل على وشه، وده كان طريقتي. اتمنى ان هي تكون عجبتكم. شفنا شوية الرز حباية وحباية كنت بحمره معاكم، وجبت لكم الشكل النهائي كمان من البطاطس. عملت بطاطس مطبوخة وكمان شوية بتنجان مخلل، الله روعة جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وشكرا لكم.